السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. واخيرا الفيديو المنتظر، الجزء الثاني من تحليل فيلم كامب. خدت بالك انت من تحليل دي؟ بحاول بس ابان ايه، يوتيوبر مخضرم من بتوع الافلام. تلاقي داخل يقول لك ايه اللي حصل لاحمد السقا؟ هو محمد ثروت راح فين؟ ما يروح يا عم زي ما نروح. مش مهتم ان انا اعرف ايه اللي حصل لاحمد السقا والله. المهم ما اطولش عليك، في فيديو جديد قديم لسه نازل على قناتنا الثانيه، فيديو المخترع الصغير، وده اول فيديو عملناه عن المخترعين، فروح اتفرج عليه طبعا بعد ما تخلص الفيديو ده، وتاكد انك عامل سبسكرايب في قناتنا التانية، وتاكد برضو انك مفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا القديمه الجديده اللي احنا هننزلها هناك. يا ريت بس قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك علشان عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه اول مره تشوفني او تسمعني، فانا يوسف هاني او جو، شاب عادي وعاصي، ولكن بحاول استغل الكوميديا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو انت مهتم اعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 20000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت كلنا ندعي لاخواتنا في ثانويه عامه ربنا ينجحهم يا رب. ولو انت ثانويه عامه بتتفرج عليها دلوقتي وعندك امتحان، اتفرج على الفيديو ومذاكر. طبعا انا عارف انك مستنيني اقول لك سيب اللي في ايدك ومذاكر وبتاع، بس يعني الدنيا ما طارتش، يعني اتفرج على الفيديو وكمل مذاكره. بس لو انت ما صليتش المغرب او العشاء او ايا كان الوقت اللي انت تتفرج فيه على الفيديو، يعني سيب اللي في ايدك وقوم صلي بجد، ما بهزرش. يعني سيب الفيديو، سيب الموبايل، سيب المذاكره، سيب اي حاجه وروح صلي، وبعد كده ارجع كمل بقى عيش حياتك عادي، لان الصلاه اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن المذاكره ومن اي حاجه. فقوم صلي وادعي لاخواتنا في غزه وفي السودان، ربنا يا رب يقويهم ويرحم شهيدهم وينصرهم على عدوهم. ولو انت لحد الان مش مقاطع فخلي عندك دم وقاطع. ويلا بينا نبدا الفيديو. يظهر القاتل لسه حر، الروح مش مرتاحة. الفنان لطفي لبيب قايم بدور عمره في الفيلم ده. شويه تلاقيه بيلعب بالكوتشينه مع نفسه من غير سبب، شويه تلاقيه بيقطع تفاحه وبيرميها على الارض برضه من غير سبب، ودلوقتي كان بيتكلم بلغه التعابين. الروح مش مرتاحة. واهم حاجه التبريئه بقى، مفيش مشهد ما بيبرقش فيه. هو تقريبا هو بيصور لو نسى يبرق يقول لهم معلش والله يا جماعه ممكن بس نعيد تاني، نسيت ابرق بس معلش. لو مش مصدقني اسأل الطفلة اللي معاكوا دي، الأطفال بيحسوا بكل حاجة. انت كده مش قصدك على البت يا عم لطفي، انت قصدك على الحمير كده. يعني الحمير هي اللي بيشوفوا الجن تقريبا وبيحسوا بالشياطين او حاجه زي كده، لكن الاطفال ما بيحسوش بالجن ولا حاجه، الا اذا كان البت دي بقى عندها قوه خارقه او بنت رفعت اسماعيل ولا حاجه. هي مراتك؟ وانت مالك؟ تأكد ان دول اصحابك. وانت مالك؟ انا مش عارف هم بيضحكوا على ايه بجد والله. يعني لو حد عارف يقول لنا في الكومنتات. بس هو السؤال هنا، ايه الحيوان اللي هم بيشوه ده؟ يعني ده كلب ده ولا خروف مشوه ولا ايه؟ انت بتشوي ولا بتخترع ولا ايه ظروفك؟ ما هو مفيش نار يا معلم، هيشوي على ايه؟ ما البتاع النار مطفيه تحت منه بقالها ساعه، ولا الكائن اللي انتوا معلقينه ده بيستوي من نفسه يعني ولا ايه؟ المهم يعني بقى ايه، الراجل اللي شغال في المكان استغل ان هم كلهم قاعدين تحت وطلع بقى ايه يسرقهم وقشط المكان كله. مش يسرق بقى ويمشي لانه حرامي ومفروض يبقى خايف ان حد يطب عليه، لا يقوم رايح فاتح الشباك ويروح يتفرج عليهم من الشباك اللي هو انا الحرامي يا شباب، انا الحرامي. ده انت بيجح قوي يا عم في ايه يا عم؟ يا عم لطفي في ايه يا عم؟ كفايه تبريق بقى، حرام عليك، عينيك هتطلع من مكانها. ايه اللي جابكوا دلوقتي؟ يعني ايه اللي جابنا دلوقتي؟ في مالك متكهرب كده؟ اغبى حرامي شفته في حياتي. يعني هم ما شافوهوش وهو بيبص لهم من الشباك، قام نازل لهم بقى بالكيسه اللي هو سارق فيها الحاجه عشان يمسكوه متلبس. عشان مثلا لو كانوا شافوه هو في الشباك يقول لك لا ده بينظف الاوضه مثلا، لكن لا، ما ينفعش يتسوق سمعته بالمنظر ده ويتقال ان هو بينظف اوضه. الراجل حرامي برضه وليه سمعته. بس اصحابكم فوق في الاوضه وسكرانين طينه، فمش وقت يعني تفرجوه. ايوه هي دي بقى الصدمه اللي الممثل بيروح للكاميرا عشانها، مش الكاميرا اللي بتروح له. اصل الكاميرا رقبتها وجعاها، فلازم البنت تطلع وتبرق علشان تظهر في الفريم، لان الكاميرا ما بتتحركش. مالهم دول؟ واحد ومزته، دليل قلق. يا عم انت في ايه يا عم؟ يعني انت حرامي وعديناها لك، فتان ومشيناها لك، لكن ديوس كمان؟ يعني انت سيب حاجه للشيطان يا اخي. الحرام اخده وعطا، ما تبقاش اناني كده. مين؟ لا ما هو ما بيخبطش على باب بيتكم. افتح. العو جه، العو حضر يا معلم، هيجي يعربيكوا ويعلمكوا الادب دلوقتي يا ولاد اللذين. مع اني مش عارف هم منتظرين منهم ايه. يعني واحده عايزه تعيش مع صاحبها ده في الحرام، والتاني عايز يضحك على البت اللي معاه، فاهم؟ فمجمع لا موفق يعني. يلا بقى نجم بقى، ادينا بقى ايه اداء بقى، ادينا اي اكشن كده. خش ادي كل واحد منهم 3 4 اقلام كده فوقوا. يلا انت لسه هتقعد تبرق؟ ما يلا يا عم. تعمل معايا انا كده يا زباله؟ ايه ده يا زباله؟ شو عليك؟ ايه ده يا زباله؟
راجل يالا مفيش قلم، مفيش تلويح باليد كده في الهوا، يعني توحي مثلا انك كنت هتديله بالقلم بس الواد جمال ده ولا اسمه تامر ده جه لحقك. صحيح هو جمال فين يا جماعه؟ ما هوش معاهم ليه؟ لسه قاعد تحت بيشوي في الكائن بتاع هاري بوتر ده. ركز كده هتلاقي اللي متعلق ده هو العفريت اللي كان ظهر في هاري بوتر. انا كده عرفت هو ما كانش مولع النار وهو بيشوي ليه، هو بيشوي بالطاقه السحريه. هاتله وديني هاتله. يا عم تبطل ضرب، يا عم تبطل، ما انت كنت فوق وانا كنت عامل لك دخله وعمال اقول لهم جاله كله هيربيكوا، والعو جه العو حضر ومش عارف ايه. لما شفناك حتى يعني زقيت الولا، يعني انت قعدت تتبرق واخدت بعضك ونزلت. لما نزلت بقى تعمل فيها سبع البرومبا. انا مش مصدق وائل ونانسي ازاي انهم شبه بعض. الله ينور عليك يا تامر، الحاجه الوحيده اللي انت قلتها صح في الفيلم كله. انا مش عارف هو مستغرب من ايه، يعني وائل ونانسي ازاي؟ انا مش عارف هو مستغرب من اي طفل عنده 3 ايام هيبقى متوقع اللي حصل. هاتله وديني هاتله. يا محمد يا عبدو يا اخي الحقونا يا جدعان، النار ولعت في الدفايه. هي مش دي وظيفه الدفايه ان هي يبقى فيها نار عشان تدفي، ولا انتوا ايه بالظبط؟ وبعدين وانتوا مسافرين كنتوا لابسين شتوي لما وقفتوا في افريقيا وجمال نزل يقرا الفاتحه على شاكيناز، وبعدين لما رحتوا الكامب لبستوا شراط وقطات ونزلتوا الميه وصيفتم، وبعدين بالليل قمتوا لابسين شتوي تاني، ودلوقتي الدفايه اشتغلت. انا ما بقتش فاهم ايه ده لعبه ريد ديد اللي هي شغاله في الخلفيه دلوقتي دي في الفيديو. الطقس عندهم مظبوط عنكم، يعني واقعيه اكتر منكم. يعني ده اكتر فريم اصلا مش مفهوم، يعني تامر مشتي تمام وياسر مصيف، يعني احنا في انهي فصل الوقت بقى؟ يعني احنا في فصل ايه؟ ولا انتوا كل واحد فيكم بيحس احساس مختلف عن التاني؟ هو جمال فين يا جدع؟ ما تخلص بقى يا جمال بقى، ما تخلص بقى يا جمال بقى، انا تعبت من الناس دي. النار ازاي ولعت لوحدها وازاي طفت؟ وايه ريحه البنزين دي؟ هو في عفاريت بتولع نار ببنزين؟ يعني هو في دفايه تولع لوحدها؟ يا سلام على النصاحه اللي انتوا فيها، الاي كيو عندكم عالي على فكره. انا بس نفسي افهمه ان الفيلم بيتكلم عن قاتل متسلسل واحد بيقتل في اصحابه، ايه جاب بقى ان الدفايه تولع لوحدها والنار تولع في الطرقه والشبح اللي بيطفش الزباين من انا مش فاهم حاجه والله العظيم انا فاهم حاجه. هو المخرج عايز يعمل اي رعب باي طريقه لدرجه ان هو مخلي الكاميرا ما بتتحركش والممثلين هم اللي بيتحركوا، بيقوموا ظاهرين فجاه كده في الكادر عشان يعني يخوفوك ويجعزوك. طبعا الشباب بعد خط النار اللي لقوه في الطرقه بدون سبب ده قرروا ان هم يمشوا ويهربوا من المكان، وسبحان الله العربيات كلها عطلانه. تامر الكرييتيف لقاهم كلهم بيدوروا العربيات من المفتاح مش شغاله، قال لك بس هو الزماره يلا تصحى العربيه، اصل العربيه نايمه. انا هشوف البطاريه وانت دوري. حاضر معلم يا تامر، هي المشكله فعلا في البطاريه، اصل النور اللي شغال بتاع العربيه ده شغال من نفسه، شغال بالطاقه الشمسيه، العربيه بتشحن وهي واقفه الصبح. بس يا سيدي ماشي، ممكن العربيه دي نليس لها، يعني مثلا نقول البطاريه بتاعتها كانت نايمه، العربيتين التانيين بقى مالهم؟ مفيش غير ان احنا نكلم حد يجي ياخدها. طبعا ياسر ما عندوش سبب منطقي ان العربيه تكون عطلانه، بس هو يعني ايه عشان يمشي الفيلم، يعني عشان لو العربيه اشتغلت الفيلم كده باظ، فاهم؟ لازم العربيات كلها تبقى بايظه عشان جمال يروح يلبس الماسك ويخلص عليهم كلهم. موبايلي فين؟ ايه ده؟ وانا كمان هو فين الموبايل؟ وانا كمان مش لاقي موبايل. وانا كمان شوف سبحان الله العربيات باظت وفجأة كده الموبايلات كلها اختفت، يعني الأشباح دي فظيعة، عفاريت رتبتها عالية دي خد بالك. بس الحاجة اللي مش مفهومة بالنسبة لي إن هما بيدوروا على الموبايلات في العربيات اللي هما أصلا أول مرة يركبوها دلوقتي من ساعة ما جم، مفيش منطق في الفيلم ده يا عم المخرج. ايه بقى نليسها احنا. بقول لك الدنيا بتنطر، انت ما بتفهمش. حتى الشتاء اللي جاي من عند ربنا مقفورين فيه يعني. انا مش عارف ايه كميه الميه دي، انتوا كده واقفين تحت شلال يا جماعه، الافلام الهندي هي اللي الدنيا بتشتي فيها كده. ما بتندعش بتنطر في ايه؟ شوف بقى شقاوة العفاريت بقى، ده انتوا عفاريت، يعني الباب بيتقفل من جوه لبره، يعني مفيش تدخل بشري اهو تمام، يعني في اشباح؟ لا والله مفيش اشباح، ده جمال هيخش الوقت يقتله عادي. طب يا معلم الباب اتقفل ازاي؟ ما تسالش، احنا ما نسالش احنا الاسئله دي هنا. واخيرا ظهر السفاح، اكتر شخصيه كنت بخاف منها وانا صغير. عايز اقول لكم ان الفريم ده كفيل ان هو يخليني انام احلم بكوابيس، يعني زمان وانا صغير.
يعني سفاح وبتاع ولابس باروكه ولابس اسود في اسود وحاطط ماسك، والميك اب ارتست بقالها ساعه عماله تعمل له مكياج وحاطه له لينسز، وفي الاخر مش عارفين تجيبوا له سكينه، جايبين له سكينه موز يقتل بيها. الديتيلز يا جماعه لازم نهتم بالديتيلز. هيبه السفاح في سلاحه معروفه. وبصوا انا مش مهتم خالص بالعروسه اللي اتقتلت مكان وائل، تمام؟ بس اللي انا عايز افهمه جمال كان بيقتل وائل فوق، وائل كان بيصوت، وائل لسه ما خلصش سوته، كان جمال تحت مع الشباب بيقول لهم هو في ايه يا جماعه الصوت ده؟ فازاي بقى؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما جمال قايم بدورين طالع بشخصيتين هو ناروتو بقى فبيعرف يعمل من نفسه كذا نسخه، يا اما هو مخاوي. ده حتى دي ما تنفعش، يعني هو لو عفريت، هو لو نفسه عفريت مش هيلحق، يعني مش هيلحق يقلع الهدوم ويقلع الباروكه ويشيل الماسك ويشيل اللينسز ويغسل وشه من المكياج. ده بالميت محتاجه ساعه ونص. هو انتوا ما شفتوش الفيلم بعد ما خلص يا جماعه؟ هو انتوا صورتوه وانتوا رايحين رافعينه على السينما تاني يوم؟ وين اتقتل يا ايه؟ قلت تاني كده. وين اتقتل يا مين؟ وين اتقتل يا تقصد ان انا؟ اوه ماي جاد، يا لها من صدمه. على فكره ده رد فعل طبيعي جدا، يعني انت اول ما تشوف حد ميت قدامك السكينه مرشوقه في قفاه بتمسك دماغك على طول، دماغك بتوجعك، يعني بعيدا عن انه هو اصلا كان مدبوح، ما اعرفش ايه اللي رشق له السكينه، بس مش مشكله يعني، ما جاتش على دي، فاهم؟ ما جاتش على دي. يعني هنا بقى يا جماعه المفروض ان في واحده ميته في الاوضه، فهي لما دخلت الاوضه ما بصتش قدامها، هي بصت في السقف وبصت في الجنب، لكن قدام نظرها ما بيجيبش قدام والله. بعدين بقى اتشنكلت فوقعت، فالميته ادت لها بالقفا، يعني ما تفهمش بقى دي حلاوه روح ولا الميته عندها البنج عالي فبتلاقي، ما تفهمش. شوفوا بقى جمال العبقري، داخل لها من شباك اوضه في الدور الثاني، اصل هو بيطير. والله يا جماعه التفسير المنطقي الوحيد اللي بيحصل ده ان جمال يطلع في الاخر ميت وده الشبح بتاعه. هو كده عنده قوه خارقه يا جدعان، يعني ما هو طلع لها ازاي؟ يعني هو برص مش على الحيطه. ازيك عامله ايه؟ مبسوطه معانا في الفيلم؟ طيب ما عنديش تبص للكاميرا تاني بقى، هو الفيلم مش ناقص اساسا. انا كنت بدور على اي حد يلحق تامر. حصل له ايه هو كمان؟ مش عارفه. هو ايه اللي مش عارفه؟ هو مش كان بيجري قدامك وقام خابط نفسه في الشجره؟ ومحدش فاهم هو عمل كده ليه، بس ماشي ما علينا. انت فين يا مرد؟ شوف سبحان الله الباب الوقت اتفتح في ثانيه ازاي، لكن لما ياسر كان بيحاول يفتحه ما كانش عارف، لما نانسي كانت بتحاول تهرب وتفتحه برضه ما كانتش عارفه. شغل عفاريت بقى. نانسي طبعا الطبيعي ان احنا بنخش ندور ورا الباب، ده شيء منطقي جدا، يعني يمكن تكون نانسي مستخبيه ورا الباب ولا حاجه، اصل احنا بنلعب استغمايه. طبعا هنقعد نبص بقى في الجنب وفي السقف ونلف حوالين نفسنا ونروح نبص من البلكونه ونرجع ومش هنشوف نانسي، يعني ان نانسي ميته على بعد 20 سم منها بس هي مش شايفاها سبحان الله. يا عم ادي اي رياكشن يوحد ربنا بقى، يا عم في 3 ماتوا لحد دلوقتي وانت لسه ما فيش اي حاجه، ملامح وشك ما بتتغيرش، يعني دمع، احزن، اتصدم، انهار، اعمل اي حاجه، لكن الرياكشن اللي انت عامله ده واحد مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، ما هوش عارف ايه اللي جابه هنا اساسا. هنا شيرين بترند على رقم 112 اللي انا مش عارف ده رقم ايه، يعني هي الشرطه 122، بس المهم ان كان في شبكه تمام. بعد كده قام قايل لها لا والله ما فيش شبكه، يعني ازاي يا معلم؟ حتى التليفون ملبوس سبحان الله. هنا في المشهد ده تقريبا جمال كان لسه صاحي من النوم او هو كان مطبق فعايز ينام، يعني ما تفهمش يعني. ياسر جمال اهو. جمال يا جدعان انتم مصرين تشلونا، يعني هو قتل الراجل قدامهم وقام جاري، قاموا جاريين وراه، يعني خلاص يعني قريبين منه جدا، اختفى 3 ثواني ظهر جمال تاني قلع الهدوم والماسك والمكياج وكل حاجه في ثانيه. ما هو كده جمال ده حاجه من الاثنين في السرعه اللي هو فيها دي، يا فلاش يا سونيك. والسؤال بقى اللي انا مش لاقي له اجابه اللي عايزكم تجاوبوني عليه في الكومنتات، ازاي جمال غز الفراش من ورا الكرسي؟ عشان عايز افهم يا جدعان. مين بيعمل فينا كده؟ اكيد اللي اسمه حسنين. مين اللي عاوزني؟ يا مزاجك يا عم لطفي، قاعد بيشرب شاي وبيلعب كوتشينه مع نفسه ولا كأن في 4 ماتوا لحد دلوقتي من ضمنهم مراته. الاكيد اللي بيقتل ده واحد منكم. يلا يا شباب كده كلنا في نفس واحد، 3 2 1 هوبا. ايه؟ وليه فعلا ما تكونش انت؟ ها؟ هو مش وائل خانك؟ وليه ما تكونيش انت؟ ما انت كاره الناس والدنيا كلها. وليه ما تكونش شيرين؟ ما نانسي خانتها. وليه مش انت؟ عشان تنتقم لشاك. وليه مش تامر؟ وليه لا؟ وليه مش انا؟ وليه مش المشاهدين؟ ليه؟ ممكن بس تتكوا على عقل دقيقه اشرح لكم الدنيا، عارف ان هو صعب بس معلش حاولوا. دلوقتي انتوا ال3 كنتوا موجودين مع بعض ساعه لما الفراش اتقتل ومعاكم البت الصغيره، يعني بره عنكم ما ينفعش تشكوا في بعض انتوا ال3 اصلا. يبقى كده لسه مين؟ جمال وتامر، وتامر اقصر واحد فيهم كلهم، يعني هو تامر اقصر واحد فيهم كلهم، والسفاح كان طويل لما شيرين شافته وكان لابس كوتش ابيض اللي هو كوتش جمال، بس شيرين طبعا ما بتشوفش. بقيه الفيلم بقى كلهم بيلعبوا استغمايه مع بعض، يعني فاهم الكاست بتاع الفيلم كله بيجري ورا بعضه بلا هدف، انت ما تفهمش ايه اللي بيحصل. حتى لما جمال جه يقتل ريهام برضه فضل يجري وراها بتاع ربع ساعه لحد ما قتلها. يا غبي ما هو عامل نفسه بينط ويرجع لها تاني، يا اخي حرام عليك بقى. بس انا مش هسيبه،
مش هسيبه. اعظم اداء تمثيلي في الفيلم كله بجد من غير اي مجامله كان للكلب اللي متحنط بره في الطرقه. خطير، متقن لدوره بشكل مش طبيعي، من اول الفيلم ما بدا ما اتحركش. طبعا جمال كان خلاص هيتكشف، فقام راح حاطط شويه تفت حمرا في البانيو وقام نايم فيه. قلت بس كده مسكوه، ما خلاص ما هو عمال يبقل اللي هو تحت الميه. لقيت لك ياسر قام مصدع والبنت قاعده مصوته، يعني فكروه مات برضه. هو العبث ده يخلص امتى يا جدعان؟ الفيلم ده طول قوي، انا تعبت. طيب اختصارا للوقت، يعني جمال قتل لطفي لبيب وقتل بنت لطفي لبيب وقتل تامر صاحبهم، وخلاص الفيلم فضى، ما عادش في حد. يعني هو شويه كده يخش على الناس اللي ورا الكاميرا بقى يخلص عليهم، وخلاص بقى وصلنا للنهايه. ما عادش غير السفاح وياسر وشيرين. فالسفاح ظهر لشيرين عشان يقتلها، قام ضربها على ايده، قام اخد بعضه وهربان وسايبها وماشي. ما تفهمش ايه السبب، يعني يمكن مثلا لما ضربته على ايده قالت له كخ، فافتكر امه مثلا في اللحظه دي فسابها ومشى. المهم بقى ان انا مش عارف ازاي ياسر حس ان شيرين في خطر، تقريبا هو عنده الاستشعار بتاع سبايدر مان. المهم يعني قام جاي ناطط من مكان عالي جدا وشيرين شيرين، بحس ان هو بيحتضر، فاهم؟ يعني انت عايز تقنعني انك نطيت النطه دي كلها وما اتكسرتش وما حصلكش حاجه؟ يعني انت نطيت من الدور التاني ونزلت على رجلك سليم وبتجري كمان؟ ودي من عندك يا خلص عليه. المهم بقى شيرين بذكائها الخارق تفكر ان ياسر هو السفاح، مع ان هو كان لسه واقف قدامها دلوقتي او باين جدا فرق الطول اللي ما بينهم، بس لا، تقوم رايحه مدياله على دماغه وتيجي تهرب. يوم جمال ظهر لها عايز يخلص عليها، يوم قايم ياسر اخد الحديده وقوم ضربه بايده في دماغه، فمن قوه الضربه يا عيني جمال وقع اغمى عليه. فالمفروض بقى نشوف بقى مين اللي تحت الماسك. لا، قام ياسر قام اخد شيرين وماشيين، وهو ماشي كده قام مفكر انا حاسس ان انا ناسي حاجه، فاهم؟ الماسك. فرجع عشان ايه يقلعوا الماسك، فجه بقى يشيل الماسك، فجمال مسك ايده وقعدوا يضربوا في بعض. قامت شيرين قامت جايبه العصايه وضربه جمال على دماغه وقع اغمى عليه تاني. فانا حاسس ان انا عبيط قوي وانا بحكي الهبل ده. يا للصاعقة. المهم بقى تحصل بقى التويستايه بتاعت الفيلم، اللي هو بقى ايه بيجيب لك يعني ليه جمال عمل كده. بيقول لك بقى يا سيدي ان وائل وتامر ونانسي اتفقوا ان هم يحطوا منوم في العصير بتاع جمال وبتاع شاكي، اللي هي شاكيناز اللي كانت ميته في اول الفيلم اللي كانوا بيزوروها في ايطاليا دي. طب ليه؟ لان جمال ده مسمينه جمال مشاوير، هو اللي بيجيب لهم السجاير ومش عارف ايه. فازاي بقى واحده حلوه تحبه؟ فبعد ما حطوا لهم منوم في العصير، نانسي قامت جايه اخده شاكيناز دي وطالعه بيها الاوضه عشان وائل يطلع وراهم علشان يرتكب جريمته، وجمال نام على الكنبه. وبعدين يوم وائل بقى طالع له يقول له مش جمال مشاوير اللي ياخد مني حاجه انا عايزها، وتقوم شاكيناز اخده جمال وماشيين، فيعملوا حادثه وهو ماشيين في الطريق. فالمفروض بقى ان شاكيناز ماتت بسبب الحادثه دي وكده، وهوبا نلاقي جمال صحي في المستشفى وشاكيناز جنبه عادي، ويطلع كل ده في الاخر حلم. اما انت جمال مشاوير صحيح، يعني عمال مشور فينا ونروح ندفن شاكيناز في اخر الدنيا في السنغال، وبعدين نطلع على كامب برضه في اخر الدنيا في الناحيه الثانيه من العالم، ونجري ورا بعض طول الفيلم، وفي الاخر كنت بتحلم. المهم بقى ان اغرب حاجه في الدنيا ان الحلم اللي هو حلمه ده تقريبا كان حقيقي، لان هو خدهم في الاخر، في اخر الفيلم خدهم وراحوا برضه الكامب ده، يعني الكامب ده موجود. فما تفهمش ده بقى تخاطر ولا بجمله القوى الخارقه اللي عند جمال، فهو بيستكشف اماكن بالاحلام. ما تفهمش، يعني انا لحد الان مانيش فاهم. لو انت فاهم نهايه الفيلم او فاهم الفيلم عامه انزل قول لنا في الكومنتات بالله عليك. ولو انت بطل يعني ووصلت معايا لهذا الوقت في الفيديو، انزل قول لي في الكومنتات وصلت للغيبوبه، اللي هو يعني انت وصلت للحته اللي جمال فاهم الغيبوبه، فاهم؟ يعني مش كل شويه اقعد اشرح لك بقى وانا اقول لك خلصان. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تقيموه تحت في الكومنتات، واقترحوا عليا افلام تانية ممكن نتكلم عنها. ولو انت لسه ما عملتش لايك، انا بصراحه مش عارف انت مستني ايه، يعني اعمل لايك علشان عايزين نوصل للفيديو ده 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه اول مره تشوفني او تسمعني، فاعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 20000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا الثانيه، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن مع الانستجرام بتاعي برضو، اعملوا له فولو وابعتوا لي اي حاجه عايزين نتكلم عنها هناك. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام. وانت يا خاينه، وانت كل ده يطلع منك انت يا خاينه. ايه القلم ده يا حاج؟ ايه الضربه دي؟ يعني دي لا قلم ولا بنيه ولا حتى منشيت. تشوفي انت يا خاينه كده بوم.